The goddamn robots, John! The attack on its enemy. What enemy? Us! Humans! بكري خلاص السينما والخيال العلمي عطاونا صورة سوداوية على الروبوتات والذكاء الاصطناعي، آلات تسيطر على العالم وتحبس الإنسان تحت رحمتها كما أفلام ترمينيتور ولا روبوت. بصح هاد الأفلام ما كانش غير التسلية، كانوا بمثابة التحذير، انتبهوا إذا كانت التكنولوجيا خرجت عن السيطرة النتيجة قادرة تكون كارثية. والسؤال اللي يطرح نفسه، هل هذا الشيء ممكن يصير صح ولا غير خيال؟ في عام 1942 الكاتب إسحاق أسيموف اللي يعتبر من كبار المفكرين في الخيال العلمي قدم 3 قوانين للروبوتات، قوانين اللي كانوا من المفروض يضمنوا علاقة آمنة بين الإنسان والآلة. الروبوت ما يقدرش يضر الإنسان ويخليه يضر غير بسبب أنه ما تحركش. القانون الثاني، الروبوت لازم يطيع أوامر الإنسان غير إذا كان هذا الأوامر راح تخليه يخالف القانون الأول. والقانون الثالث، الروبوت لازم يحمي وجوده باش ما يتدمرش غير إذا كانت هذه الحماية تخليه يخالف القانون الأول والثاني. القوانين باينين واضحين وبسيطين، بصح ملي كانوا مجرد نظريات على الورق بزاف باحثين قالوا التطبيق العلمي مستحيل يكون بهذه البساطة. اليوم كي نشوفوا التكنولوجيا وين راهي واصلة نلقاو بزاف مرات تسبق القوانين. بزاف دول كما الجزائر والنمسا وقفوا ضد استعمال الطيارات المسيرة القاتلة والأنظمة العسكرية اللي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. هذه أنظمة تقدر تأخذ قرار القتل بلاش تدخل بشري مباشر، يعني بصراحة كي تسمع بها تفيق أنه خطرها ماهيش بعيد. المشكل أنه رغم دعوات الحظر ما كانش تطبيق صارم، والتكنولوجيا تكبر وتتطور والقوانين ما تلحقش. نشوفوا مثال واقعي، ديلا نظام ذكاء اصطناعي داروه كوزير افتراضي للمشتريات العمومية، يعني الحكومات بدأت تدير ثقة في الذكاء الاصطناعي مش غير في الحسابات ولا الرد على الإيميل، بل حتى في قرارات الحساسة اللي فيها درهم الشعب. سؤال بسيط، إذا اليوم نعطوه مسؤولية على الاقتصاد غدوة وش يمنعوه أنه يمدوا له مسؤول على الأمن ولا على الجيش ولا حتى على قرارات الحرب؟ القوانين اللي دارها أسيموف في الخيال تصلح كقصص، بصح الواقع الذكاء الاصطناعي ما يتبعش القوانين الأخلاقية، يتبع الكود تاعو اللي بروغرامه به الإنسان والداتا اللي يتغذى بها. هنا نطرح سؤال كبير، الخطر راه في الذكاء الاصطناعي نفسه ولا في الإنسان اللي برمجه ويستعملوا الأغراض، خير ولا شر؟ حنايا نحبسوا قدام التلفزيون ونشوفوا الأفلام ونضحكوا ونقولوا هذا مجرد فيلم. اليوم جزء كبير من هذا الخيال راه يولي حقيقة، والأفلام عطتنا إنذار وأسيموف عطانا إنذار. والسؤال اللي يبقى، هل الذكاء الاصطناعي راح يكون أعظم إنجاز بشري يخدمه ولا أعظم إنجاز راح يدمر به الإنسان نفسه؟ الجواب يعتمد علينا البشر. خلونا إجاباتكم في التعليقات.